كلنا بنبدأ عادات جديدة بحماس، بس للأسف مش بنعرف نكمل فيها. طب ليه؟ عشان بنبنيها غلط. وفي الفيديو ده هشرح لكم ازاي ممكن نصنع او نبني عادات بأفضل صورة ممكنة بحيث تنتظموا عليها من غير تعب. في البداية كده خلينا نعرف العادات ببساطة هي بتبقى سلوك أو فعل بتكرره باستمرار لحد ما يبقى جزء طبيعي من حياتك من غير ما تفكر فيه كتير أو بشكل لا واعي. خلونا ناخد اكزامبل غسل السنان. فمثلا أول ما تصحى من النوم لما تيجي تغسل سنانك فدي عادة، أو إنك تشرب قهوة الصبح من غير ما تفكر فدي عادة. حتى طريقة نومك وقعدتك وكلامك بتبقى كلها عادات. العادات بتتكون من 3 مراحل أساسية، وده اسمه حلقة العادة. أول حاجة واللي هي المحفز، الحاجة اللي بتخليك تبدأ العادة، زي ما تسمع المنبه في الوقت ده بتعرف ان انت لازم تقوم. تاني حاجة واللي هي الروتين او الفعل، السلوك نفسه زي غسل السنان. تالت حاجة واخر حاجة المكافأة، الاحساس اللي بيجي بعد العادة اللي هو الانتعاش والنظافة. فالمخ بيسجل العادات عشان يوفر طاقة. يعني لو كل مرة هنفكر فيها ونقول هل هغسل سناني النهاردة ولا لا، هنضيع وقت وطاقة. عشان كده العادات بتخلي حياتنا اسهل لو كانت ايجابية طبعا، واصعب لو كانت سلبية. فلو انتوا بتعملوا عادة غلط من اللي انا قلتها او اي عادة تانية، كمل الفيديو ده عشان اقول لكم السر ورا العادات اللي محدش قالها قبل كده، وازاي ممكن تبدلوها بعادات صحية مش العكس. واول سر معانا وهو ربط العادة بالعادة. بمعنى ايه ربط العادة بالعادة؟ بمعنى اي فعل تعمله اربطه بحاجة تانية انت عايز تكتسبها كعادة. فمثلا لو عايزين تكتسبوا عادة القراءة، فتقولوا بعد ما اخلص فطاري هقرأ صفحة كتاب. ما تقولش 10 صفح او 20 صفحة. في بداية العادة لازم تقللوها عشان يبقى سهل انكم تكتسبوها، ويبقى سهل عليكم انكم تخلصوها، مش تبقى ضغط عليكم. فان انت تقرأ صفحة واحدة بتركيز احسن من انك تخلص كتاب كامل وانت متسرع. فحاولوا تربطوا في البداية 3 عادات بسيطة بحاجات في الروتين بتاعكم، زي غسل السنان او الفطار او الصلاة وهكذا. هديكم امثلة كمان عشان توصل الفكرة، زي مثلا بعد ما تغسل سنانك تشرب كوباية مية، او بعد ما تخلص صلاة الفجر تكتب 3 اهداف ليومك او 3 سطور تدوين، او بعد ما تفتح التليفون تروح على النوتس وتدون انت عملت ايه مفيد ليومك، او بعد ما ترجع للبيت تلبس لبس رياضة وتعمل تمارين 10 دقايق وهكذا. طب ليه الطريقة دي فعالة؟ بتدي اشارة للعقل لما اعمل كذا لازم اعمل كذا، وبتخلي العادة الجديدة سهلة عليك وجزء من روتينك بدل ما تبقى عبء. صدقوني لما تجربوها وتبنوها هتبقى اسهل مما تتخيلوا. اهم حاجة تبدأوا بعادات بسيطة مش صعبة. تاني سر معانا وهي البيئة الداعمة. قرب الحاجات اللي تساعدك انك تبدأ. فلو عايز تشرب مية كتير في اليوم، حط ازازة مية جنبك. لو عايز تقرأ، حط كتاب جنبك. لو عايز تتمرن، جهز لبس الجيم من بدري او جهز فيديو التمارين اللي هتتمرنه. اعمل تحدي لنفسك انك ما تمسكش التليفون او اي حاجة بتعطلك عن اهدافك غير لما تنجز ال3 عادات اللي وعدت نفسك بيهم. وبعد كده تقدر تستخدم التليفون كمكافأة. او لو مثلا عايز تنام بدري، ما تمسكش التليفون وتتصفح السوشيال ميديا عشان دي هتجرك للساعة او الساعتين من غير ما تحس. وتالت نقطة في البيئة الداعمة، خلي العادة الجديدة ممتعة بصريا. فلو عايز تبدأ عادة الجورنالينج او التدوين، اشتري دفتر يكون شكله حلو عشان يحمسك انك تدون، او لبس رياضة حلو يحفزك انك تاخد الخطوة للتمرين. الخلاصة، العادة مش بالشغف، الشغف شيء مؤقت، بل العادة بالبيئة اللي حواليك. فلو كانت بيئتك دايما مترتبة على حسب اهدافك ومبادئك، كسبت عادات صحية تقربك من اهدافك اكتر من غير مجهود كبير. وتالت سر معانا هو انك تسأل نفسك ليه. لو حسيت انك مش قادر تكمل، او لو حسيت بفقدان شغف وانت كنت معتمد عليه، اسأل نفسك انت عايز الحاجة دي ليه. فمثلا لو عايز تبني عادة المذاكرة، اسأل نفسك انت بتذاكر ليه. هتلاقي نفسك بتجاوب وتقول مثلا عشان عايزة ابقى بزنس وومن، او عايزة ابقى بزنس مان، او عايزة اثبت نفسي بين الطلاب واطلع من الاوائل. فبمجرد ما تجاوب هتلاقي جالك الدافع والحماس انك تشد نفسك لقدام وتكمل حتى لو كنت تعبان. رابع سر معانا وهي قاعدة كل او لا شيء. يعني الشخص يا اما يعمل العادة بشكل كامل ومثالي 100%، يا اما يسيبها خالص. وده اكبر سبب بيخلي الناس تفشل في بناء العادات. فمثلا واحدة عايزة تبدأ رياضة، لو ما عملتش ساعة كاملة في الجيم بتحس ان هي فشلت وتسيب الرياضة كلها. او واحدة عايزة تبدأ جورنالينج، اول ما تفوت يوم بتحس ان هي ضيعت كل حاجة وتوقف. فالمشكلة هنا انك بتمشي ورا الكمال مش الانضباط في العادة. مش لازم تعمل العادة بنسبة 100%، اهم حاجة انك تبقى موجود كل يوم، حتى لو 10 دقايق هتعمل فرق. فخليك قدها ومتستسلمش لمجرد انك قللت في عادة. ده طبيعي جدا. اكيد كلنا مش هتبقى طاقتنا وانضباطنا 100%. اكيد كلنا بنمر بايام مش بنعمل الشيء كله، ولكن بنحاول اننا
نعمله، وهنا العبرة وده المهم. اعمل مهمتك حتى لو هتعملها 5 دقايق بس. الاحتفال بالإنجازات الصغيرة. الاحتفال بالتقدم الصغير بيعتبر وقود للاستمرارية. في العقل البشري بيحب المكافأة، ولما ندي لنفسنا شعور بالإنجاز حتى مع الخطوات البسيطة، المخ بيربط العادة دي بطاقة إيجابية ويشجعك تعملها تاني وتالت. الفكرة مش في حجم الإنجاز، لكن في إنك تعترف بيه. ممكن تكون كتبت 3 سطور بس في دفتر التدوين، أو حتى اخترت إنك تطفي موبايلك بدري وتنام في ميعاد معقول. كل قرار صغير زي ده بيأكد إنك على الطريق الصح. فلما تحتفل بيه بتحول العادة من حاجة إجبارية لحاجة ممتعة، وبالتالي فرص استمرارك فيها بتكون أكبر بكتير. كون صبور مع نفسك. في نقطة ناس كتير بتغفل عنها لما تيجي تبني عادة جديدة، وهي الصبر. النهاردة عايزة أقولك ليه الصبر هو المفتاح الحقيقي لأي عادة، وليه الاستعجال هو اللي بيفسد كل حاجة. احنا كبشر بنحب النتائج السريعة. لو دخلنا الجيم يومين عايزين شكل جسمنا يتغير، لو قرينا كتاب يومين عايزين نبقى مثقفين، لو صلينا قيام يومين عايزين نحس ان روحانيتنا ارتفعت للسماء. المخ البشري عايز يشوف النتيجة دلوقتي حالا، لكن الحقيقة ان التغيير الحقيقي شبه زراعة الشجرة. لو زرعت بذرة النهاردة عمرك ما هتلاقي بكرة شجرة مثمرة. كتير بيبدأوا متحمسين جدا وعايزين يعملوا كل حاجة مرة واحدة، زي الجيم والأكل الصحي والقراءة والكتابة والنوم البدري، وبعد أسبوع بيتعبوا وبيحسوا إنهم فشلوا ويوقفوا. لكن الفوز في الآخر مش أكتر واحد سريع، إنما الأكتر صبر واستمرارية. خليني أقولك على حاجة، الصبر مش معناه إنك ما تحسش بالبطء أو الملل. طبيعي جدا هتلاقي نفسك في أيام بتسأل هو أنا ليه ما شفتش نتيجة لحد دلوقتي، وهنا بيجي دور العقل الواعي اللي يقولك اهدى، أنت لسه في مرحلة الزرع، الثمار جاية. وعشان أديك مثال واقعي، تخيل واحدة قررت تنام بدري وتصحى بدري في أول أسبوع، هتتعب جدا. لكن لو صبرت بعد شهر هتلاقي جسمها أخف، ذهنها أصفى، ويومها بقى أطول. اليوم اللي بتحس فيه إن مفيش تغيير هو في الحقيقة جزء من التغيير. فالصبر مش رفاهية ولا عمره بيبقى رفاهية. الصبر هو الحاجة اللي هتخلي عادتك تتحول من مجرد محاولة لحاجة تبقى جزء من شخصيتك. الخلاصة، اعمل اللي عليك النهاردة، استمر واصبر، عشان المستقبل مش هيتغير في يوم أو أسبوع، لكن حياتك كلها تتغير مع الوقت لما تدي لنفسك فرصة وصبر كافي. وفي آخر الفيديو أتمنى من كل قلبي إن هو يكون عجبكم. ما تنسوش تشاركوني آرائكم في الكومنتس وتقولولي إيه أول عادة حابين إنكم تبنوها. أشوفكم في الفيديو الجاي. Thank you so much for watching. وباي.